اوعي تحطي كل المكونات على بعض وتبدأي العجن وتقولي هي دي الطريقة وهي دي المكونات وازاي ما طلعتش هشة وطرية معايا زي اللي بشوفها كده هشة وطرية وقطنية وحلوة جدا. خلينا متفقين ان كل حاجة وليها طريقة عجن، حتى لو كانت المكونات شبه بعض، انما كل حاجة وليها طريقة عجن، بدليل ان في حاجات عندنا تبقى نفس المكونات بتطلع كل حاجة وليها طعم وليها شكل. زي الكيكة مثلا ممكن تعمليها بنفس مكونات البسكوت والكيكة ليها طعم والبسكوت ليه طعم تاني خالص. وكمان طريقة العجن بتفرق معانا كتير جدا، بدليل ان في حاجات بتطلع هشة وطرية وفي حاجات بتطلع مفرغة من الداخل وفي حاجات بتطلع مورقة. تعالوا بينا نبدأ مع بعض طريقة عمل البريوش او المنجقونة او فطائر شم النسيم. اول حاجة معانا كيلو دقيق متعدد الاغراض، هنضيف عليه رشة صغيرة من الملح، هنضيف عليه نص كوباية من السكر، بس انا هنا ضفت 3 معالق بس لاني عايزة سكر قليل. وكمان ضفت على الدقيق ظرف من الخميرة الفورية، ممكن تستبدليها بخميرة بيرة. وهبدأ اني اقلب الدقيق كويس جدا علشان خاطر امزج كل المكونات كده مع بعض وادخل الهواء جوه الدقيق. هعمل حفرة كده في نص الدقيق وهجيب بضاية حجمها يكون كبير شوية. هنا انا نسيت وعملت حاجة هتشوفوها دلوقتي وتعرفوا انا نسيتها ايه. انا كنت عاملة حسابي اني هحط البضاية كلها وبعدين شلت الصفار علشان ادهن بيه الوش وحطيت بس البياض. عايزة اقول لكم بقى ان البياض هنا بيخلي العجينة تحفة جدا وهشة قوي قوي فوق ما انتوا تتخيلوا. هنا ممكن تضيفي البياض بس، ممكن تضيفي البضاية كلها على بعضها، ممكن تضيفي بيضتين، بس انا حابة اني اعملها ببيضة واحدة. هنا بقى نزلت على العجينة بمعلقة صغيرة من الفانيليا وكمان رشة صغيرة كده من الفانيليا برضو على الصفار بتاع البيض. وقلت لكم ان الصفار بتاع البيض هحتاجه في اني ادهن بيه الوش بتاع العجينة. ضفت بقى هنا نص كوباية من السمنة على الزيت او سمنة بس او زيت بس، وممكن تستعملوا زبدة صفراء لو متاحة عندكم. وهنا السمنة كانت سايحة ولكن ما كانتش ولا سخنة ولا دافية، انا حطيتها كده بس بمجرد انها كانت سايحة. بعد كده ببدأ اني افرك العجينة كويس جدا جدا مع البيض والزيت والسمنة. لازم كل العجينة تاخد اللون بتاع السمنة. وبعدين حطيت بقى معلقة كبيرة من الخل، والخل هنا محسن للعجينة. ونزلت بنص كوباية من المية وابتديت اني اقلب كويس جدا. عايزه اقول لكم بقى في المرحله دي بتقلبي كويس جدا وبعدين بتبداي تحددي انت عايزه كميه سائل قد ايه على العجينه علشان خاطر تلميها وتبقى معاكي لينه وفي نفس الوقت مش بتلزق مننا، وكمان مش عايزينها يابسه وناشفه قوي. هنا بقى دي كانت نص كوبايه من الحليب عليها القشطه بتاعه اللبن، يعني هي منها فيها كده القشطه بتاعه اللبن. تقدري تستبدليها بكوبايه من الزبادي، بتبقى خطيره قوي بكوبايه الزبادي. او تجيبي معلقه الخل اللي احنا ضفناها وتضيفيها على نص كوبايه من الحليب، هيقطع معاكي ويبقى زي الرايب وتبداي تعجني بيها. عايزه اقول لكم الخطوه دي تحفه جدا وبتخلي العجينه ممتازه. تعجني العجينه كويس جدا جدا، يعني ما تستخسريش فيها الوقت اللي هتقدري تعجنيه فيها، 5 دقايق مش اقل، وتسيبيها تخمر مش اقل من نص ساعه. وبعدين هبدأ بقى اني افرغ منها الهواء كده زي ما انتوا شايفين، وبعدين هبدأ بقى اني اقطعها واشكلها. التشكيل هنا ده بتاعك وتقدري تعملي الشكل اللي يعجبك وعلى مزاجك. انا هعمل هنا الشكلين اللي هتشوفوهم معايا. لو انتي مستعجلة ممكن تعمليها كرات زي اللي انا هعملها، وممكن تعمليها زي ما انا عملتها كده احبال وتلفيها حوالين نفسها، وده الشكل المعتاد للمنجقونة او البريوش العادي خالص. ويعني تسيبيها بعد كده تخمر. وحجم العجينة بيكون زي ما انتوا شايفين كده، مش كبير ومش صغير قوي. طبعا الحجم بتاع البريوشة ده بيرجع لك انتي، بس اعملي حسابك في الوقت ده ان هي لسه هتخمر معاكي.
سبتها ترتاح شوية، وبعدين بقى جبت الصفار بتاع البيضة وربيته كده، وابتديت اني ادهن بيه الوش بتاع العجينة. بصوا بقى، عايزه اقول لكم ان الصفار بتاع البيض، الناس اللي مش حابه تدهن الصفار بتاع البيض، حطي البيضه كلها جوه العجينه، والوش بقى بتاعك تدهني ممكن بالحليب، وممكن بالحليب ومعلقه صغيره جدا جدا من النسكافيه، رشه بسيطه ما تكتريش عشان النسكافيه بيسمر العجينه، او تدهني بالعسل الاسود المخفف بالميه، بتبقى تحفه جدا. وترشي بقى على الوش عليها يا سمسم يا سكر حبيبات زي اللي انا هرشه كده بالظبط، يا تسيبيها ساده من غير حاجه. بس بصراحه هي بالحاجات اللي بقولك عليها بتبقى خطيره. كمان ممكن تدهني شويه قرفه كده على الوش لو انتي حابه ان هي تديكي طعم السينابون، يعني بجد هتبقى جامده قوي، يعني هتعدي معاكي وهتدوقي طعم بجد بريوش خطير. الطريقة اللي انا قلتلك عليها دي افضل بكتير من الطرق بتاعة العجن اللي هو السريع، اللي هو بتضيفي كل المكونات فوق بعض مرة واحدة من غير ما يعني تبدأي انك انت تفركي الدقيق مع المادة الدهنية. يعني الحركة بتاعة الفرك بتاع المادة الدهنية بتخلي العجينة من جوه كده يعني هشة وطرية، ولما تدوسي على العجينة ما بتلاقيهاش مكتومة وناشفة معاكي، بتلاقيها هشة وطرية وبترجع معاكي، يعني لما تضغطيها بايدك بترجع تطلع تاني زي ما هتشوفي كده معايا. دخلتها الفرن على درجة حرارة 180، وبعد طبعا لما خمرت سبتها تخمر شوية كده حوالي 10 دقايق مش اكتر يعني. وبعدين بقى لمعتها كده من فوق بزبدة صفراء لو متاح برضو عندك، زي ما انتوا شايفين كده هشة وجميلة جدا جدا، وطعمها بقى وريحتها خطيرة خطيرة. متهيألي كده يعني الناس اللي بقى اللي محضرة الفسيخ ومحضرة الأكلات الحلوة بتاعة شم النسيم كده، مش ناقصكوا غير البريوش. يلا بقى شمري كده وتشطري وجربي الطريقة الحلوة دي، وإن شاء الله هتعجبك جدا وهتعتمديها على طول معاكي. اشوفكم على خير في وصفات جديدة، وما تنسيش تدعميني باللايك وتشتركي في القناة وتشيري الفيديو مع اصحابك علشان يعملوا الوصفة الجميلة دي لأولادهم في شم النسيم. واشوفكم على خير، وسلام عليكم وباي باي.